ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، متنسوناش باللايك والاشتراك في القناه. عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا، ان شاء الله النهارده هنعمل الدقيق، عذرا، هنعمل الفطير الشرقي. تمام. الفطير هنحشيه. هنا معايا نص كيلو من الدقيق. حطيت عليه معلقه من السكر ونص معلقه من الملح. تمام. بس مفيش خميره ولا بودر ولا اي حاجه خالص. الفطير بتاعنا اللي بيحط له خميره بتحط له بودر. تمام. هنا معايا كوبايه من الميه. هنعجن الفطير بتاعنا كويس خالص. طبعا انا مش هقدر اقول لك مقدار الميه عشان بيختلف من دقيق للتاني. تمام. هنا اخد معايا كوبايتين الا ربع ميه. تمام. وهسيبه نص ساعه ساعه لغايه لما يرتاح. مش هنخمر، احنا هنسيبه يرتاح. تمام. طيب، وبعد ما يرتاح هنعمل ايه بقى؟ بعد ما يرتاح كده، بعد ما ارتاحت الخميره معانا، بصوا عملت عرق حلو ازاي. تمام. طيب، بعد ما ارتاحت معانا هنكورها على 3 كور. تمام. العجينه دي هتعمل لنا تعمل 3 فطاير معانا. طيب، هنا معايا ايه ده معايا سمنه بلدي، على زبده، على شويه من الزيت. الماده الدهنيه اللي عايزه تفردي بيها افردي، اللي تريحك. عايزه تفردي برشه دقيق خفيفه، ماشي. بس انا فردت ب مواد دهنيه. ده سمنه بلدي على زبده على زيت، ما يبقاش ليه ريحه طبعا. تمام. وهناخد اول كوره معانا، وطبعا الكور هنعملها على حسب الصواني اللي عندنا. تمام. هناخد اول كوره معانا وهنفردها. حضرتك عايزه تفردي على صينيه، ماشي، زي ما انا عملت على رخامه، ماشي. اللي على الطبليه اللي متوفر عندك افردي عليه. انا فردت على الصينيه كده زي ما احنا شايفين. وطبعا بالله عليكم، الكل اللي وصل معايا الفيديو هنا اللي مش مشترك في القناه، بالله عليكم يشترك في القناه ويفعل زر الجرس كده على الكل، عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله يوصلكم. تمام. برضو في الحاله دي عايزه تفردي بنشابه، ماشي، بالمردانه اللي هي الصغيره، اوكي. عايزه تفردي بايديكي زي ما انا فردت، تمام. انا هفرد اول واحده بايدي وبعد كده هفرد لكم واحده تانية بالنشابه. تمام. احنا هنفرد الفطير من جوه لبره. تمام. ببطن ايدي كده هفرد من جوه لبره. وهنجيب الفطير ونفضل نورق فيه كده عشان ندخل الهواء فيه ويبقى مورق معانا وزي الفل وخفيف. تمام. اهو. ودي طريقة فرد تانية بحيث اننا ندخل فيه الهواء. اهو. نفرد كويس خالص كده. تمام. بقت شكل الفطيرة بتاعتنا بعد ما اتفردت. اتقطعت منك ولا يهمك اي حاجة خالص. تمام. هنجيب شوية من المادة الدهنية بتاعتنا وهنطبقها زي الظرف. اهو. هنجيب الجنب ده كده. تمام. وهنحط شوية من المادة الدهنية بتاعتنا وهنجيب الطرف التاني قبلها، يعني كل طرف موازي لاخوه. اهو. نفرد عشان تبقى الفطيرة بتاعتنا خفيفة. ادي الطرف التاني، وما نخليش حتة تكلكع في الفطيرة عشان ما تبقاش تقيلة معانا. تمام. اهو. في الحالة دي انا هحط الحشوة بتاعتي. انا هحشي بيه لحمة مفرومة وفلفل الوان وجبنة ميكس، على جبنة موتزاريلا، على زيتون. الحشوة المتوفرة عندك احشيها. شاورما فراخ، ماشي. بسطرمة، ماشي. سلامي ولانشون ومش عارف اللي متوفر عندك، ماشي. عايزه تحشيها جبن، اوكي. اهو. دي لحمه معصجينها. تمام. وهنزل عليها بفلفل الوان وطماطم وزيتون وميكس جبن وشويه جبنه موتزاريلا. طماطم وده زيتون.
وهنجيب الطرف ده والطرف التاني، ده ميكس جبن. فكرة كانت حلوة وخفيفة وكانت طرية جدا اهو. ونص كيلو يعني عمل 3 فطاير حلوين. نجيب الطرف ده وهنجيب اتقطعت معاكي ولا يهمك زي ما احنا قلنا، تمام. وهنجيب الطرف اللي قباله شوية من المادة الدهنية، ونجيب الطرف اللي قباله كده وندوس على الفطيرة بتاعتنا من عن جنب عشان مفيش اي حاجة تخرج منها، تمام اهو بالشكل ده. وندوس على الفطيرة كده بتاعتنا كويس على اساس انك تقفل معانا من كل الجوانب، تمام. ونحطها في صينيه، الصينيه اللي انا هحط فيها هدخلها الفرن. عندك سجان ماشي، صواني ماشي، اللي متوفر عندك. الصينيه اللي انا هحط فيها برضو دهناها من نفس الماده الدهنيه اللي انا كنت بفرد بيها الفطيره، تمام اهي. برضو هنسيبها لغايه لما الفرن كمان تسخن، هتفرد معانا اكتر. يعني لما نسيبها ترتاح هتفرد معانا اكتر. كل ما نسيب الفطير يرتاح معانا كل ما هنلاقيه يفرد معانا اكتر. دي الفطيره التانية انا هفردها يعني بالنشابه قدامكم، على اساس ان اللي حابب يفرد بالنشابه ماشي، اللي عايز يفرد بايديه ماشي، تمام اهو. وهتتفرد معانا وهتبقى زي الفل اهو. انا عملت كده بالنشابه وبعد كده كملت باقي الفطيره بايدي، يعني فردتها بايدي على اساس ادخل فيها الهواء اكتر وكده، تمام. ولكن لو كملته من اولها لاخرها بالنشابه هتبقى زي الفل برضو معانا اهو. كده انا بكمل بايدي، تمام اهو زي ما احنا شايفين. الطرف ده على الطرف ده موازيين لبعض، تمام. ما نسيبش حته في الفطيره مكلكعه على بعض. وهنزل بالحشوه بتاعتي وهنقفل الفطيره كويس خالص، تمام اهو. ونقفل الفطيره على بعضها اهو كده، ايوه وندوس، تمام. نقفل كل حاجه كده من على الجناب عشان الحشوه بتاعتنا ما تطلعش، والجبنه لما تسيح في الفطير ما نلاقيهاش طلعت وبهدلت الدنيا في الصينيه واتحرقت وكده ودخنت وهتبقى شكل الفطيره مش حلو. ندوس كده اهو على بعض، تمام. طبعا هنكون المعجنات زي ما احنا عارفين بتدخل على سخن، على فرن سخنه قبليها. شغلت الفرن قبليها ب5 دقايق، طبعا تبقى النار عاليه، تمام. وادي شكل الفطيره بتاعتنا بعد ما طلعت. بصوا انا هفتح حته من الحرف، شايفين الحشوه فيها جاي، ادي حرف الفطيره على كده. شايفين الحشوه، شايفين التوريقه عامله ازاي اهي، جميله جدا وطريه ومستويه من تحت ومن فوق اهو، حلوة جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده بكتير ان شاء الله. ما تنسوناش في دعوة حلوة كده ولكم بالمثل ان شاء الله. ادي شكل الفطير يا حبايبي بتاعنا. مع السلامة حبايبي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.